500 بلاغ ضد محمود الخطيب. 500 قضية ضد محمود الخطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي واخواتي وحبايبي اللي دايما بيشرفوني وينوروني في كل مكان. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي تفاصيل مهمة جدا من مرتضى منصور ضد محمود الخطيب. عمرو اديب طلع واتكلم، والمحامي رشوان قال كلام مهم وخطير جدا في 500 قضية وبلاغ ضد محمود الخطيب من مرتضى منصور. 500. تعال بقى اقول لك التفاصيل، بس انتش اللايك، فعل الجرس على الكل، اشترك لو انت لسه مش مشترك طبعا. اهم شيء وقبل اي شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الموضوع وما فيه، ليه محمود الخطيب ما بيتحبسش؟ ليه محمود الخطيب ما فيش قضية ضده بتتحكم فيها؟ القصة كلها باختصار، طلع المحامي محمد رشوان وقال في 500 بلاغ من مرتضى منصور ضد محمود الخطيب، ولا واحد فيهم اتحكم فيه ولا قضية نظر فيها. ليه؟ باختصار القانون ده اسمه بلاغ كيدي. بلاغ كيدي يعني ملوش اي لازمة. يعني بيبقى اي واحد كده بيقول له روح اعمل بلاغ في مرتضى منصور، واي واحد يروح يقول له اعمل بلاغ في محمود الخطيب، اي واحد يقول له روح اعمل مش عارف ده ضربني، ده مش كل ده النيابة بتعرفه وبتتحقق منه قبل ما يحصل قضية اصلا. فالموضوع مش هيصة كده ان اي واحد يروح يتبلى على اي حد وخلاص. فالقصة كلها ان مفيش قضية اصلا. فال500 بلاغ دول كلهم فنكوش. فبالتالي الناس اللي بتسأل لازم تعرف وتفهم الحقيقة ازاي ماشية، وهي دي التفاصيل المهمة. عشان كده عمرو اديب طلع وقال الحقيقة كاملة مع المحامي محمد رشوان والمحترم طبعا. عشان يوصلك بقى كل جديد، لايك، اشترك، فعل الجرس على الكل، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مع احمد الافندي الحقيقه بس عندي على قناه باكورد. اشوفكم في فيديو جديد، اسيبكم في رعايه الله. سلام.